المانجا أصلها من الهند وجنوب شرق آسيا، وكمان الناس زرعوها من 4000 سنة. وطبعا في مئات الأنواع من المانجا موجودة في السوق، وكل واحدة ليها حجم ولون وشكل وطعم مختلفين تماما، ولكن هما بيتفقوا في حاجة واحدة، إن كلهم ليهم فوائد كتير وكمان طعمهم حلو. بما إن بقى دي فاكهة صيف وبقت منتشرة دلوقتي، فاحنا لازم نتكلم عنها لأنها طبعا فيها فوائد كتيرة جدا. عشان كده دول أحسن 10 فوائد للمانجا أنت تقدر تستفاد بيها، وما تقلقش هي بتكون صحية بنسبة كبيرة جدا. ويلا بينا. اول حاجه ان كوبايه واحده من المانجا اللي هي 165 جرام فيها كميه عناصر غذائيه كتيره جدا زي اللي انت شايفها قدامك دي، من بروتين بقى وكربوهيدرات وسكر وفايبر وحاجات غذائيه كتيره قوي. وطبعا المانجا فيها 67% من فيتامين سي اللي الجسم بيحتاجه في اليوم الواحد، وطبعا الكلام ده في نفس الكميه اللي انا قلتها اللي هي 165 جرام. وده طبعا مهم جدا عشان بيقوي جهاز المناعه وبيدعم طبعا نمو وتجديد الخلايا. اما بقى تاني حاجه ان سعراتها قليله، وده طبعا ناس كتيره بتدور على فاكهه بالنوع ده لان طبعا سعراتها بتكون قليله، لان كوبايه واحده من ال 165 جرام دول فيهم اقل من 100 سعر حراري، وطبعا الكارب اللي فيها بيكون خفيف. وفي كمان دراسه اتعملت قالت ان انت لو اكلت فاكهه زي المانجا دي قبل الاكل مثلا او قبل الوجبه الغذائيه بتاعتك، فده بيساعدك على ان انت ما يحصلكش اوفر ايتنج، او ان انت تاكل بشره او زياده شويه، وبالتالي تقدر تتحكم في وزنك. لان مثلا معظمنا عارفين ان انت بتحلي بالفاكهه بعد الاكل، ولكن طلع العكس في حاجه زي المانجا، لا انت تاكلها قبل الوجبه الغذائيه بتاعتك علشان تقدر تتحكم موضوع الشبع بتاعك. بس خلي بالك لو نفس المانجا ولكن فاكهه مجففه، فبالتالي السعرات هنا بتزيد جدا، ممكن توصل ل 510 سعر حراري و160 جرام من الكربوهيدرات، فخليك تاكلها طبيعي احسن. اما بقى تالت حاجه ان هي ممكن تقيك من السكر. المانجا الفريش بيكون فيها سكر قليل اكتر من اي فاكهه بتتعمل عصير او اي فاكهه طبيعيه تانية، لان هي تقريبا فيها حوالي 22 جرام لكل 165 جرام من المانجا. وفي دراسة اتعملت سنة 2020 قالت إن استهلاك الفاكهة خضار اللي فيهم نسبة عالية من فيتامين سي فده بيمنع وصول مرض السكر ليك. ولكن برضو خلي بالك إن أنت لو أكلت كمية كبيرة في وقت صغير فده ممكن يعمل سبايك أو يخلي جرعة السكر في الدم تزيد بسرعة عالية، فخلي بالك من النقطة دي. ولكن هي في المجمل هي بتمنع من مرض السكر. أما بقى رابع حاجة وفيها نسبة عالية من النباتات الصحية الغذائية، زي كده مركب اسمه بوليفينولز، وده كده مركب بيبقى موجود في النباتات بيكون مضاد اكسده في الجسم. لا كمان ومش بس كده، ده بيبقى فيها 12 نوع مختلف من المكونات اللي بتبقى موجوده في النباتات الصحيه. كمان دول بيبقوا موجودين في القشره بتاعه المانجا وفي البذره الكبيره دي وفي المانجا ذات نفسها او اللحم بتاع المانجا ذات نفسه، فهي عامة مفيدة حتى لو القشر ده اتعمل عصير كمان. خامس حاجة بقى ان هي فيها عناصر كويسة جدا بتعزز جهاز المناعة، اللي احنا قلنا ان استهلاكك للمانجا فيه تقريبا 67% من فيتامين سي اللي انت محتاجه على مدار اليوم. ومش بس كده، ده 165 جرام بتوفر 10% من فيتامين اي اللي انت محتاجه خلال اليوم. اما بقى سادس حاجة ان هي بتدعم صحة القلب، عشان بيبقى فيها مغنيسيوم وبوتاسيوم، ودول اللي بيحافظوا على تدفق الدم الطبيعي في الجسم. بالتالي طبعا بيساعدوا الاوعية الدموية ان هي تبقى ريلاكس كده شوية، ما يكونش فيها اي ضغط او حاجه يعني، فده بيعزز صحه القلب بصوره كبيره قوي. وطبعا الابحاث اثبتت ان هي ممكن تحمي خلايا القلب ضد الالتهاب والاجهاد التاكسدي والسرطان، وكمان بتساعد ان هي تقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثيه والاحماض الدهنيه الحره. وسابع حاجه بقى ان هي بتحسن من صحه الهضم، عشان كده فيها مجموعه انزيمات اسمها الاميليز، ودي طبعا مسؤوله ان هي تفتت جزيئات الطعام الكبيره علشان جسمك يقدر يمتصها وبالتالي ياخد القيمه الغذائيه اللي فيها. عشان هي طبعا فيها يعني كميه فايبر كتيره، فده بيساعدك بصورتين، سواء انت عندك امساك او سواء انت عندك اسهال، فالمانجا بتكون مفيده قوي لاي حد عنده المشكلتين دول. وان في بحث اتعمل لمده 4 اسابيع على ناس عندهم امساك مزمن، فلما جم اكلوهم مانجا كل يوم لقوا ان عندهم تحسن في الموضوع ده كبير جدا، يعني ممكن يكون يوازي او يساوي استهلاكهم لادويه معينه بتحل المشكله دي. استهلاكك للمانجا عامه بيحسن صحه الجهاز الهضمي. اما بقى تامن حاجه ان هي بتحسن صحه العين، علشان هي فيها مركبين، واحد اسمه الليوتين واحد تاني اسمه ديكسانثاين، وفيها فيتامين اي، فالمفروض ان الكومبينيشن دي بتحسن صحه العين، ولكن عامه انت هتاكلها عشان معظم الاسباب التانيه. اما بقى تاسع حاجه ان هي ممكن تقلل خطر الاصابه ببعض انواع السرطان، علشان الماده اللي احنا قلنا عليها اللي موجوده اللي اسمها بوليفينولز، ودي بتبقى مضاد للاكسده وكمان مضاد للسرطان. ولكن طبعا اتاكد ان هي مش بيبقى مرشوش عليها مبيدات او اي حاجه تانية، لان اي حاجه بتبقى طالعه من التربه المفروض تطلع من التربه وتتغسل كويس وتتاكل على طول بدون اي مبيدات او بدون اي عوامل خارجيه تخليها تستوي بسرعه. وعشر حاجه بقى والاخيره ان هي متعدده الاستخدامات وتقدر تستخدمها في حاجات كتير. المانجا تقدر تعملها عصير، تقدر تاكلها فريش، ممكن تعملها سلطه، ممكن تعملها كفاتح شهيه،
ممكن مثلا تستخدمها ان انت عايز تخس فتاكل حاجات فيها سعرات قليله زي ما قلنا. فهي عامه المانجا بتكون مفيده للعشر اسباب دول. واحنا قصدنا نعمل الفيديو بتاع المانجا علشان هي انتشرت، فما تنساش بقى ان احنا هنعمل الفيديو الجاي عن التين الشوكي، وعلشان كده اعمل سبسكرايب للقناه، ما تنساش تعمل شير للفيديو ده عشان كله يستفيد، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.